ماي جاد، جوال من شيئين وببلاش بعد يا بنات. اقسم بالله طلبت شيء من شيئين ما تصدقون اني طلبته، ولا في احد منكم قد طلبه من شيئين او جرب انه يطلبه، حتى يبحث عنه ما جربته. كملوا معي برويكم انا ايش طلبت وتنصدمون معي صدمه ما بعدها صدمه في حياتكم. هو ما ادري اذا صدق او مو صدق، بس انا طلبته، يعني ما ادري اذا هذا الشيء اصلي او مو اصلي او حقيقه او من الشركه الاصليه. المهم انه هذه الطلبيه كامله يا بنات ببلاش، ما دفعت فيها ولا ريال. تعالوا نشوف ايش وصلنا وايش طلبنا من شيئين، وبعد ما ارويكم اللي وصلني واصدمكم بالاشياء اللي انا اخذتها بشرح لكم كيف تطلبون ببلاش. لازم تعرفون انه كلكم تقدرون تطلبون ببلاش، الكبير والصغير، ولا تنسون الناس المحتاجه بعد يرسلوا لهم هذا المقطع. تعالوا نشوف ايش وصلني. بنات لا تقصرون مع الناس المحتاجه، حتى لو انتم اغنياء ما يحتاج انكم تطلبون ببلاش، انتم ناس اغنياء في غيركم محتاج، حطوا لايك وكومنت عشان يوصلهم هذا المقطع. اول شيء برويكم بعدين بشرح لكم على الايباد. انا جالسه اشحن الايباد الحين فل عشان اشرح لكم بالتفصيل ايش تسوون. اول شيء طلبت هذه المناديل المعطره يا بنات، على اساس انها بتجيك كميه كبيره بس كويسه للجامعه كذا، بس تحطين حبه في الشنطه كويسه، وحجمها مره صغير. شايفين كيف اصغر؟ ترى يدي صغيره يعني في الحقيقه مثل حجم يدي اصغر كذا يعني. المهم انا طلبت هذه المناديل وبعد طلبت هذا الفحم. طبعا هذا ما كنت اتوقع حجمه مره كبير، حتى ما توقعت انه حجمه كذا، توقعت بيجيك صغار يعني، بتجي العلبه مره صغيره فيها ظرفين، بس انه كويس. طلبت بعد هذا الزيت العطري يا بنات، ما ادري على اساس انه هذا اللي ينحط في الفواحه، ما ادري اذا هو او لا، وما ادري كيف ريحته. بفتحه الحين واشوف ريحته. بفتحه صراحه، فتحته وريحته مره حلوه وخفيف، واحس انه بيكون نفس الريحه في الفواحه، ما ادري. تعالوا نشوف هذا ايش هذا. بنات بنات على اساس انه بيجي كذا يعني زي الفينيه، بس انه شوفوا صغير مره، وحبه واحده بس، حبه واحده وصغير مره، بس احس انه كويس. لو واحد اخذ منه كميه كبيره، بس انه يعني كويس. دامنا ببلاش عادي باخذ منه كميه كبيره وهو ببلاش. انتوا ادخلوا سووا طريقتي اللي بشرحها لكم بعد شوي وخذوه، احس والله كويس سميك وقاسي. طلبت بعد هذه مناشف التمسيح، تجي كذا بس مره واحده، تمسحين فيها مره واحده ترميها. بس بعد هذا دفتر للصور، تحطون فيه صور، تجيك العدد اللي تبغينه، اختار العدد اللي تبغينه، كل ما كان اكثر كل ما كان احلى اذا بتطلبين ببلاش. بنات بس ايش هذا؟ ما في صورة، وين الصورة؟ ليه الكرتون مرة فاضي؟ بنات طلبت هذا الجوال من شيئين، تخيلوا معي ايش مكتوب، ايفون 13. شايفين كيف مكتوب هنا فوق؟ بس المشكلة مو بهنا، المشكلة انه ما في صورة ما في رسمة الجوال، يعني هذا جوال اتوقع تقليد او ما ادري. او ماي جاد الصدمة يا بنات. تعالوا نفتح نشوف هل هو جوال اصلي ولا لا. الصراحة التغليف يعني تعبانين عليه، بس اتوقع انه جوال مستخدم.